يا حبيبا لست أهوى غيره، بالخواتيم يتم المفتدى. قال الله: وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. وقال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. الإنسان إذا جمع ثلاثا: محبة الله، فلا يقع في قلبه أحدا يحبه أعظم من الله، وخوفه من ربه، ووجله من خالقه، ويقابل هذا طمعه ورجاؤه في رحمة ربه. فإذا وقعت منه الطاعة غلب جانب الخوف رجاء لا تقبل طاعته، وإذا وقعت منه الخطيئة غلب جانب الرجاء والطمع حتى لا ييأس من روح الله، وهو في كلا الحالتين محب لله معظم له. قال ربنا: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فكلما كان الإنسان أشد حبا وإجلالا لله كان أقرب إلى رضوانه. ومثل هذه العطايا العظام والمنح الجليلة لا تنال إلا بقلب صدقت نيته وخلصت سريرته وأقبل على الله تبارك وتعالى بقلبه يرجو رحمة خالقه ويخاف غضب وسخط مولاه. إذا رزق العبد هذا فهو على خير عظيم وموئل كريم. يا حبيبا لست أهوى غيره، بالخواتيم يتم المفتتح. لتكونن كمن جد إلى منتهى حاجاته ثم جمع. لفما يخطب مثلي من شهى، إنما يخطب مثلي من ألا.